الزمالك خسر من فريق ما كسبش ولا ماتش بالمجموعة. خسر من زيسكو 1-0. الزمالك غاب عنه ادم كايد اللي في الفترة الأخيرة كان أكتر لعيب مؤثر في الزمالك. في علامة استفهام في الإصابات في الزمالك وعلى الدكتور اللي موجود. مش هنتكلم على أرضية الملعب عشان جزء كبير من الملاعب الأفريقية كده، بس أرضية الملعب كانت غريبة أوي وكانت سيئة للعب الكورة. أنا مش عارف إزاي الاتحاد الأفريقي بيلعب مطوشة على الملاعب دي. في لعيبة كتير في الملعب باين عليهم الإجهاد، محمد إسماعيل ولعيبة تانية كتير. النادي مفهوش إلا 15 لعيب سليم، 5 منهم لعيبة صغيرة. أنا مش عارف فين سكواد الزمالك. في لعيبة بتختفي زي أحمد جهاد. أتوقع إن الزمالك هيبدأ يخسر نقط كتير الفترة الجاية دي، علشان اللي كان عامله كام الماتش اللي فات دول ده إعجاز. مفيش لعيبة ومفيش فلوس، وفي وسط ده كله لعيبة تانية بتتصاب. لازم الدكتور محمد أسامة يرجع النادي تاني. أنا مش عارف أصلا هم مشوه ليه. هو كأي تغيير وخلاص ويحسونا إن هم جايبين دكتور أجنبي؟ أنا مش شايف الصراحة إن ليها لازمة أصلا. عشان كده اللي بيحصل في الزمالك ده كتير كتير أوي. الزمالك بيكسب عشان جمهوره اللي مصدق فيه وبيلف وراه في كل حتة، وإدارة الزمالك إدارة فاشلة.